صلى على النبي اختي. صدور الفراخ بطريقه جديده. تعال اختي، هنجيب صدر الفرخه ونقطعه نصين عشان يبقى سميك معانا بالشكل ده، وعشان كمان يبقى زي الستيك بتاع اللحمه بالظبط. بعد كده هنتبله بملح وفلفل فقط من على الجنبين، وفي طاسه على النار مشعرها شويه زيت هنرمي الفراخ بتاعتنا ونشوحها من على الجنبين لغايه لما تاخد لون، وبعد كده نطلعها ونحط في نفس الطاسه قطعه زبده حلوه كده مع بصلايه متقطعه مربعات صغيره، ولما تاخد اللون وتتكرمل البصلايه هنرمي معلقه دقيق ونص مكعب مرق الدجاج ونديهم تقليبه، وبعد كده ننزل عليهم بكوبايه لبن ونقلب كل الكلام ده ببعضه لغايه لما يتجانس مع بعضه. وبعد كده نرمي فلفل ابيض وملح مع اي كبشه خضره عندك، بقدونس او شبت ورشه صويا صوص لو موجود عندك، وتقلبي كل الكلام ده كويس. بعد كده اختي تعملي اختبار للصوص بايدك، تعملي خط بايدك كده كده تمام الصوص تقيل، ترمي الفراخ اللي طلعتيها من شويه وتغطسيها في الصوص ده، وبعد 5 دقايق بسم الله ما شاء الله على النار، على نار واطيه خالص، هتاكلي اجمل صدور فراخ كلتيها في حياتك اختي. اتمنى تكون وصفاتي بتعجبكم، يا ريت تكتبوا في الكومنتات.